الإخوة والأخوات، لا بد أن نعي وندرك المخاطر التي يشنها الأعداء ضد المسلمين. قبل أن أتحدث عن التفصيلات والأرقام، وأرجو أن تنتبهوا جيدا لما سأقول، أحب أن أقرر حقيقة قرآنية عظيمة بأنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله. ودائما وأبدا أقولها: لو اجتمع كل كفار الكون في مكان واحد في صعيد واحد ووجهوا وجوههم نحو الشمس ونفخوا في نفس اللحظة على الشمس، فلن يكون باستطاعتهم أن يطفئوا نور شمعة أضاءها الله في هذا الكون، فكيف لهم أن يطفئوا نور الله؟ يقول تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن لا بد أن نعمل وأن ندرك المخاطر التي يشنها الأعداء ضد المسلمين. وعندما نقارن بين المخاطر التي تشكلها الحروب التي يشنها الأعداء ضد المسلمين وبين المخاطر التي يشكلها الغزو الفكري الثقافي عليهم، فإن الغزو الفكري الثقافي أشد تدميرا وأكثر ضراوة وأعمق تأثيرا من النوع الأول من الحروب، أي أنه يخشى على المسلمين من التدمير الفكري الثقافي أكثر من أن يسحقوا ماديا تحت وطأة الجيوش والأسلحة. هذا فضلا عن أن المسلمين يخرجون من حروبهم مع أعدائهم أشد عزيمة وأقرب رجوعا لدينهم وتمسكا به. فيما يلي نتعرض لأحد معاول الهدم الخبيثة التي تحاول دائما النيل من الإسلام ومن المسلمين، وهو ما يسمى بالتنصير، الذي أطلق عليه التنفير، التدمير، وليس التبشير والتنصير. أولا، لماذا هدفهم الإسلام؟ يستهدف هؤلاء المنفرون الذين يطلق عليهم منصرون، يستهدفون الإسلام قبل أي دين آخر، لأنهم يعرفون من تاريخهم كله أنه لم يغلبهم إلا هذا الدين يوم كان يحكم الحياة، وأنهم غالبوا أهله طالما لم يحكمه أهله في حياتهم. إذن دائما الإسلام هو المنتصر عندما يحكم الإسلام الحياة، وبعكس ذلك تكون الهزيمة. ولقد عدل النصارى الصليبيون من خططهم وعدلوا عن مواجهة الإسلام أو الاصطدام بالمسلمين، لأن الغلبة في النهاية تكون من نصيب المسلمين. فالأمة الإسلامية قد تمرض ولكنها لا تموت، وتغفو ولكنها لا تنام، والمسلمون قد يهزمون ولكنهم لا يبادون أو يسحقون. ومهما كانت الحروب معهم مع المسلمين سجالا، فالغلبة لهم في النهاية، الغلبة للمسلمين متى جعلوا نصرة الله نصب أعينهم وهدفهم المنشود، وما أن يخلص المسلمون في عودتهم إلى دينهم حتى يصبحوا قوة لا تقهر. ولقد عرف النصارى الصليبيون هذه الحقيقة، وأكدها لهم لويس التاسع ملك فرنسا بعد أن هزمه المسلمون شر هزيمة، وأسروه في موقعة المنصورة بمصر، ثم خرج صاغرا من أسره وكتب وصيته الشهيرة والتي عرفت بوصية القديس لويس، ليؤكد فيها أن المسلمين لا تهزمهم الجيوش مهما كانت. وعلى الغزو الصليبي أن يتخلى عن استخدام أسلوب الحروب المادية وأن يستبدلها بالحروب الثقافية الفكرية. وكانت وصيته تلك بمثابة إعلان عن أن الصراع بين المسلمين والنصارى بدأ يأخذ شكلا جديدا،
فاستبدلت الحروب المادية بأخرى فكرية ثقافية، وإن لم يخلو الأمر من صدام مادي وقتال دموي على طول محطات التاريخ. ما هي أهداف التنصير؟ يسعى المخطط التنصيري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في البلاد الإسلامية. فالمنصرون المنفرون يعتبرون الإسلام هو الدين الوحيد الخطر عليهم، فهم لا يخشون البوذية ولا الهندوكية ولا اليهودية، لأنها ديانات قومية لا تريد الامتداد خارج أقوامها وأهلها، وهي في الوقت نفسه أقل من النصرانية رقيا. أما الإسلام فهو كما يسمونه دين متحرك زاحف يمتد بنفسه وبلا أي قوة تساعده، طبعا إلا قوة العظيم جل وعلا وتقدس، وهذا هو الخطر فيه كما يقولون. ومن هنا نجد أن للتنصير أهدافا متنوعة، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو غير تقليدي، ومن هذه الأهداف ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو باطن خفي، بل إن للتنصير التنفير أهدافا بالغة الخطورة على الإسلام وعلى المسلمين، ورغم ذلك يكاد أن لا يشعر بها أحد من المسلمين. يمكن تركيز أهداف التنصير في 3 أهداف متدرجة كما يلي. أولا، إخراج المسلمين من الإسلام والتشكيك فيه وفي سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وتزييف مفاهيمه وهدم عقيدته. يقول زويمر أحد أقطاب التنفير الذي يسمونه التنصير، انتبهوا إلى ما يقول هذا الخبيث، يقول إن مهمة التنصير، طبعا بعد أن أنفقوا المليارات واجتمعوا ليدرسوا النتائج، وقف أحد القساوسة وقال: لقد أنفقنا المليارات ولم يترك مسلم إسلامه إلا إنسان فقير لا يجد ما يسد رمقه، أو إنسان بلا أب وبلا أم مشرد، واستطعنا أن نقدم له الطعام والشراب وأن نضم إلى الكفر. ماذا قال لهم زويمر؟ والاجتماع عقد في القدس قبل أكثر من 100 سنة. قال لهم إن مهمة التنصير ليست هي إدخال المسلمين في النصرانية، فإن هذه هداية لهم وتكريم، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. قال لهم هذا الخبيث زويمر الذي كان كبيرهم الشيطان، قال لهم إن دخول المسلم في النصرانية شرف لا يستحقه، هدفنا أن نخرج المسلم من الإسلام وأن يكون المسلم بلا هوية. وصدق الله إذ يقول جل وعلا وتقدس: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الهدف الثاني الحيلولة دون انتشار الإسلام، فالمنصرون يشنون هجومهم على الإسلام خوفا على قومهم من معرفته أكثر من رغبتهم في تنصير المسلمين، فهم يخافون الإسلام ويرددون دائما أنه الدين الوحيد الخطر عليهم، ويفضل الغرب أن يظل ينعت بالنصرانية على الرغم من علمانيته وإلحاده، وعلى الرغم من تهميشه للكنيسة، فالكنائس تباع وتتحول إلى مساجد في العالم كله، لأنه ما في زبائن، لم يعد هناك من يقتنع بخزعبلات وترهات وصفصطات وهلوسات وتناقضات وتناطحات الكتاب المسمى زورا مقدس. إذن يفضل الغرب أن يظل ينعت بالنصرانية على الرغم من علمانيته وإلحاده وتهميشه للكنيسة، ويأتي تبشير الغرب بالنصرانية أو ما نسميه نحن بالتنصير مسوغا إسطنه ليواجه التوسع الإسلامي وليضفي الشرعية على هذه المواجهة، ويتقاسم مع التوسع الإسلامي أسس الهداية والإيمان.